انا عايزه اقولك على حاجه ممكن تضايقك. ولا مشكله كبيره حصلت في حياتك حصلت فجاه، ولا واحده. ولو حاسه ان هي حصلت فجاه يبقى في حاجه انت ما كنتش واخده بالك منها. احنا بنحب كلمه فجاه، ده حصل فجاه عشان نشيل من على نفسنا الذنب، عشان ما نأنبش نفسنا. فجأة معناها انا ماليش دعوه باللي حصل، او فجأة معناها ان الموضوع اكبر مني وانا مش قادره اتحكم فيه. بس الحقيقه ان احنا كنا شايفين وساكتين. مره تجاهلتي احساس، مره عديتي موقف، مره قلتي مش مستاهله. فعايزه اقولك ان انت ما وقعتيش، انت نزلتي واحده واحده بس كنتي بتتغافلي. خليني اقولك حاجه غريبه، اللي بيحصل ده مش بس في الحياه، ده سيناريو بيتكرر قدامي كل يوم. في الاسنان في مشكله ما بتجيش فجاه اسمها التسوس، بيبدا بنقطه من غير اي وجع، من غير اي صوت، ولو اتساب بيوجع جامد. الاشارات اللي بتحصل في حياتك زي الوايت سبوتس اللي بتظهر في الاسنان مش مؤلمه، ولكن هتبقى خطر جدا لو تجاهلتيها. خليكي عارفه ان الوجع اخر مرحله مش اول مرحله. واي موقف حصل معاكي حساس انك متضايقه ده مش ضعف، بالعكس انت ذكيه علشان قدرتي تقيمي الموقف بدري. الوعي بدري ارخص واقل وجع. اتمنى تكوني فهمتيني.